في قلب مدينة قديمة في المغرب، وقبل أكتر من 1100 سنة ظهرت واحدة ست بذكائها وبمالها قررت تعمل حاجة محدش كان متوقعها. أسست أول جامعة في العالم، جامعة القرويين. المكان ده ما كانش مجرد مبنى، ده كان نموذج كامل للتعليم، منهج مرتب، أساتذة، طلاب، مكتبة كبيرة. قبل ما تعرف أوروبا بقرون يعني إيه جامعة. وده بالظبط سبب اختيارنا للحلقة دي في سلسلة من الشرق للغرب، العرب رواد الحضارة. السلسلة اللي هدفها نوريكم قصص العلماء والمبتكرين العرب والمسلمين اللي أثروا في العالم كله، ونشوف إزاي حضاراتهم شكلت أساس التعليم والعلوم اللي إحنا عارفينها النهاردة. فاطمة الفهرية بنت عيلة غنية جدا في المغرب، استخدمت فلوسها عشان تبني جامعة سنة 859 ميلادي في مدينة فاس بالمغرب. الجامعة دي بدأت لتعليم القرآن والعلوم الدينية، بس بسرعة توسعت عشان تشمل علوم تانية زي الرياضيات والفلك والفلسفة واللغة، وبقت مركز علمي حقيقي، مركز قادر ان هو يستقطب طلاب من المغرب وباقي العالم الإسلامي. تصميم المبنى وطريقة التدريس وتنظيم المكتبة وحتى شهادات الطلاب كله كان متقدم جدا مقارنة بأي مؤسسة تعليمية في الوقت ده. الجامعة ما كانتش بس للتعليم، لكن كمان ساعدت في تنظيم الحياة الثقافية والمدنية في المنطقة. ومن هنا أوروبا ابتدت تستفيد من التراث ده، سواء في مناهج التعليم أو طرق التدريس. وده بيورينا قد إيه العلماء العرب والمسلمين كانوا سابقين أوروبا بعقود أو حتى قرون في مجالات التعليم والفكر العلمي. وفي نفس السياق في القرن التاسع البابا سيلفستر الثاني ده كان مهتم بالعلوم والرياضيات، وكان الأوروبيين بيعتمدوا عليه وابتدوا يتعلموا من التراث الإسلامي عن طريقه. التراث الإسلامي ده وصل لهم من المغرب وأسبانيا. تأثير أعمال العلماء المسلمين زي جامعة القرويين والمنهجيات العلمية اللي استخدموها ساعد أوروبا إن هي تقدر تطور مؤسسات التعليم العالي عندها، وده كان مثال حي على عمق الحضارة الإسلامية في تشكيل المعرفة العالمية. أما بالنسبة لأثر فاطمة الفهرية فهو مستمر لحد دلوقتي، لأن الجامعة لسه موجودة وبتستقبل الطلاب، وده بيعكس قوة الرؤية والإرادة اللي كانت عند الست دي. من قصة واحدة نقدر نشوف إزاي واحدة ست عربية قدرت إن هي تسيب إرث علمي هائل أثر على آلاف الأجيال بعد كده. وده اللي بنحاول نكشفه في سلسلتنا من الشرق للغرب، العرب رواد الحضارة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من بريم بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.